كلام مهم جدا لازم تسمعه من الشيخ زين خيرات. مسألة الانتحار، أنا كويس أنا اقترحت هذه النقطة يعني حتى تكون فرصة أوجهها للجميع. مسألة الانتحار يا أخواننا وأخواتنا أخطر ذنب على الإطلاق بعد الشرك هو الانتحار. من ناحية طبعا عظمة الذنب الشرك أعظم، لكن من ناحية الخطورة الانتحار أخطر. من أي ناحية؟ يعني أنت لو أنت عشت حياتك مشركا وتبت في آخر سنتين في حياتك عندك فرصة للتوبة. يعني الشرك مهما ارتكبت من أنواع الشرك عندك فرصة في حياتك أن تتوب. إشكالية الانتحار أن ما عندكش فرصة للتوبة، أن خلاص مت، انقطع كل شيء. فبالتالي إقدامك على هذا الفعل أمر في غاية الخطورة. هذا غير الأحاديث النبوية الكثيرة، أحاديث نبوية كثيرة تتوعد بأن الذي ينهي حياته يكون في نار جهنم خالدا مخلدا، لدرجة أن في حديث نبوي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال الله عز وجل عن الشخص الذي ينهي حياته، قال: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. كلمة في غاية الخطورة. التساهل هذا الذي يحدث من الشباب اليوم هذا في غاية الخطورة. المشكلة أن بعض الشباب والشابات متوهمون أن إذا أنهى حياته وكأنه سينتقل إلى فندق 5 نجوم. ما بك يا حبيبي أنت؟ ترى أنت بعد فعلك هذا ستنتقل إلى حياة وعذاب تتمنى ولو أن ترجع إلى هذه الدنيا وتجيك كل الضغوطات والأمراض وكلها ولا تكون في ذلك المكان بعد الموت. أنت مش هتنتقل لفندق 5 نجوم، أنت أنهيت حياتك، أنت متوعد بالويل، متوعد بالحرمان من الجنة. فلذلك يعني حتى بعض العلماء قالوا الذي ينهي حياته يائسا من رحمة الله، يائسا من فضل الله، كفر. انتبهوا ترى،